ليلة 3 جانفي 2026 التاريخ ما تبدلش بركة في فنزويلا. التاريخ تخلخل في أمريكا اللاتينية الكل. لسنوات طويلة العالم كان حاطط عينيه على القصر الرئاسي ميرا فلوريس، الرمز التقليدي للسلطة، وكان يتوقع سيناريو مشابه لمحاولات الانقلاب القديمة وين الدبابات تحاصر القصر. أما المخططين في البنتاغون كانوا يخزروا لبلاصة أخرى كومبليتمون، مكان أصعب، أخطر، وأكثر تحصين بآلاف المرات. نحكيو على فويرتيتونا. للناس اللي ما تعرفش كاراكاس، فويرتيتونا مش مجرد ثكنة كهو، أما مدينة عسكرية مسكرة مساحتها تفوت 12 كيلومتر مربع، جاية في جنوب العاصمة بين التلال. هي القلب النابض للنظام العسكري الفنزويلي. فيها وزارة الدفاع، مقر القيادة العامة للجيش، الأكاديمية العسكرية، ومساكن الضباط الكبار. نيكولاس مادورو كان يعرف أنه القصر الرئاسي ورقة محروقة ومكشوفة. هذاك علاش اختار يتحسن في قلب عرين الأسد، محمي بآلاف الجنود من الحرس الوطني وبطارية صواريخ S-300 الروسية، اللي كانت تعتبر نظريا مظلة حديدية مستحيل اختراقها. السؤال اللي يطرح نفسه هندسيا وتكتيكيا: كيفاش تنجم قوة أجنبية تخترق القلعة هذه وتخرج بالرئيس حي من غير ما تصير مجزرة دوم الأيام؟ الجواب ما كانش في التكنولوجيا الصامتة كيما أفلام هوليود، ولا في الليزر اللي يذوب الحديد بسكيت. الجواب كان في استراتيجية عسكرية قديمة ومحثة اسمها الصدمة والترويع، shock and awe. العملية اللي دامت تقريبا 2 و28 دقيقة ما كانتش مجرد استعراض قوة عشوائي، بل كانت تنفيذ دقيق لمذكرة توقيف قضائية صدرت في مارس 2020 من وزارة العدل الأمريكية بتهمة الناركو تيروريزم. الولايات المتحدة حبت تبعث رسالة واضحة: هذا مش غزو تقليدي لاحتلال الأرض، بل عملية شرطة عسكرية ضخمة للقبض على مطلوب دولي باستعمال ترسانة جيش كامل. بطبيعة هذا الكلام اللي تحب تسوق له الولايات المتحدة الأمريكية وترامب. مع 2 تاع الصباح بالتوقيت المحلي في فنزويلا بدا الجحيم، ولهنا لازمنا نوضحوا فازة تقنية مهمة برشا. إشاعات خرجت في اللحظات الأولى تحكي على هجوم سيبراني كبير هو اللي طفى البلاد الكل، لكن الوقائع الميدانية والتقارير الصحفية المؤكدة من برشا مصادر تعطينا صورة أكثر تعقيد. الانقطاع الأولي للكهرباء في جنوب كاراكاس والمناطق العسكرية كان ناتج بشكل أساسي عن هجوم سيبراني أمريكي مستهدف على شبكة الطاقة، خلق حالة من العماء التام والشلل الحسي، واسمح إنه قوات الخاصة تتسلل. وبعدها مباشرة جات الضربات الحركية بالصواريخ والطائرات اللي استهدفت محطات توليد الكهرباء، البنية التحتية العسكرية، وقاعدة لا كارلوتا الجوية القريبة، وزادت في الفوضى والدخان. تخيلوا الموقف: في ثواني القاعدة العسكرية اللي كانت تضوي كيما المدينة غرقت في الظلام الدامس والدخان الكثيف. الانفجارات هزت الأرض وخلقت حالة رعب وفوضى، خلت أنظمة القيادة والسيطرة تنهار. الرادارات الأرضية ما عادش تنجم تفرق بين الصديق والعدو، والاتصالات بين الوحدات قطعت. هذا هو اللي يتسمى عسكريا ضباب الحرب أو فوغ فور. وفي وسط الفوضى هذه الكل، وفوق صوت الانفجارات وصفارات الإنذار، سمعوا صوت الموت جاي من السماء. مروحيات العمليات الخاصة اللي استغلت التضاريس الجبلية والوديان المحيطة بالقاعدة باش تتخفى من الرادارات الطويلة الأمد، القات الثغرة في الجدار الدفاعي المنهار. الانزال ما كانش في نفق سري ولا في بنكر خيالي، الانزال كان هجوم مباشر عمودي وجريء جدا على مقر الإقامة المحصن داخل مجمع وزارة الدفاع. وهنا لازم نصلحوا معلومة قاعدة تداول برشا في السوشيال ميديا: العملية ما كانتش صامتة، الواقع كان أعنف وأكثر صخبا. القوات الخاصة الدلتا فورسز استعملت المتفجرات التكتيكية باش تفتح الثغرات في الجدران والبيبان المصفحة
الأصوات كانت قوية والاشتباك كان كاسح. الحرس الفنزويلي رغم كثرة عددهم في القاعدة لقوا رواحهم في موقف قتال غير متكافئ داخل المبنى، والسبب تقني بحت واللي هو الرؤية الليلية. في الوقت اللي جنود الفنزويليين كانوا يضربوا بصفة عشوائية في الظلام ويحاولوا يفهموا منين جاي الضرب وسط الغبار والدخان، عناصر القوات الأمريكية كانوا مجهزين بأحدث مناظير الرؤية الليلية المتطورة. بالنسبة لهم ساحة المعركة كانت واضحة كأنها في عز النهار، يشوفوا بالأبيض والأكحل بوضوح تام. نقطة أخرى محورية لازم نوضحها واللي هي عامل الزمن. برشا فيديوهات في التيك توك واليوتيوب قالت أنه عملية دامت 14 دقيقة كهو، وهذا سيناريو مستحيل في عملية بحجم استهداف قاعدة عسكرية محصنة. الواقع وحسب البيانات الرسمية وتسلسل الأحداث العملية الكاملة دامت حوالي 2:28 دقيقة. الساعتين ونص هذوكم كانوا عبارة على حصار جوي وأرضي محكم. الطيران الحربي كان يحوم فوق المنطقة، فارض منطقة حظر جوي ومستعد يضرب أي تعزيزات أو دبابات تحاول تقرب من مكان العملية. القوات الأرضية كان لازمها تأمن المحيط، تسيطر على المداخل وتفتش الغرف بدقة لتأمين الهدف عالي القيمة ومرته. أي خطأ في التسرع كان ينجم يؤدي الكارثة ولا يقتل الرهين مادورو، وهو ما كانش مسموح به. لحظة الاعتقال كان ذروة الدراما السياسية والعسكرية. نيكولاس مادورو الرجل اللي تحدى العقوبات ومحاولات الانقلاب لسنوات لقى روحه وجها لوجه مع نهاية حكمه داخل بيت نومو محاط بجنود الدلتا فورس. الصور اللي سربت من بعد وأكدها ترامب ورات مادورو بلبسة عادية مكبل في مشهد يذكرنا باعتقال نوريغا في بنما. عملية الإخراج الإكستراكشن كانت معقدة لوجستيا ونفسيا. المروحيات ما هزتوش وهربت طول. كان لازم تأمين مسار جوي آمن باتجاه الساحل الكاريبي وين كانت البوارج الأمريكية وتحديدا USS آيو جيما تستنى لاستلام الباكج. لكن وهذا الأهم، النهاية ما كانت سقوط تام للنظام في ليلة واحدة كما يتخيل البعض. صحيح مادورو تشد وهو تو في نيويورك يواجه في القضاء الفيدرالي، لكن النظام في كاراكاس ما تبخرج. نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز خرجت بعد ساعات قليلة وأعلنت استمرار الحكومة، ووصفت اللي صار بأنه قرصنة واختطاف في محاولة للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية. في المقابل دونالد ترامب صرح بأنه أمريكا باش تدير شؤون فنزويلا مؤقتا لضمان الانتقال، وهو تصريح اختير يحيي مخاوف عقيدة مورو والتدخل المباشر. الوضع تو دقيق ومعقد برشا. راس النظام طار، آمال بدن مازال يقاوم. فنزويلا دخلت في مرحلة فراغ وغموض سياسي كبير. الشارع مقسوم بين الفرحة والخوف، والجيش تحت الصدمة. وهكا وفات القصة، مش بسحر تكنولوجي خيالي، اما بعملية عسكرية كلاسيكية ضخمة اللي خلت الدول الكل تشد الجار.